مرحبا يا حبيبي. احنا قريب وهنخلص، قدامي ساعة وابعت لحضرتك. خيرا، الرسالة وصلت لي. الحاجة التانية، من خلال تواصلنا قلنا ندعي لحاجة داخلية سريعة ومركزة بحيث الناس تتكلم فيها مع بعض. والمفروض ان ايمن تواصل مع ابو احمد ولقى انه بيجهز لحاجة زي كده. معرفش هو بينسق معاكم ولا لا. مش مهم، المهم بس يعمل حاجة. انا بتكلم علشان تجويد الحاجة. لا، ما قالش لنا اي حاجة. لو انتوا شايفين الموضوع لازم يمشي كده فحتى نحط عناصر او اجابات. اللي تقدروا تعملوه اعملوه، استمروا في شغلكم عادي، احنا مزنوقين في الوقت. يعني الكلام ده يروح لابو احمد بحيث الموضوع يكون واضح، مش مجرد ناس هتيجي تقرا الموضوع. هو عايز يلم حد ويعمل حاجة؟ ايوه، ده اللي بقول لحضرتك عليه. عارف هيلم حد من حتت مختلفة. ايوه طبعا. طب خير، نشوفها. الحاجة اللي بعد كده، احنا كان عندنا حاجة خاصة في المجال بتاعنا للتدريب، ومن ضمنها الاخ محمود اقترح اني اكلم حد عند الشيخ مصطفى بيجي، فقلت له ننتظر. قال لا، دي هتعزز من وضعهم، خاصة انهم جاءوا وتكلموا. لا انا معلاه، بس مش عايز اقول كده. محمود هيقعد يدخل موضوعات في بعضها، ودول مستقلين عن دول، ودول حصل كلام معاهم وانت كنت سايب ومش موجود، فمفيش داعي ندخل الموضوعات في بعضها. قول له. مش هقول، هعمل اني ما خدتش بالي. هنقعد نعجن؟ هم استدعوا مين يبقوا هم بيقروا مين؟ طالما استدعوا يبقى هم قصدهم يعملوا دعم الفلاني. ارجوكم لا، هم متجمدين خلاص، ولا رأي ولا غيره. رأي ايه اللي هيقولوه؟ معرفش، انا اخر حاجة شفتهم عنده وان الفريق الاول كان موجود وسلموا عليا وهم ماشيين وخلاص. لكن اللي فهمته هو قال خلاص هم هيقوموا بدورهم، فهخليهم يجيبوا حد ملوش علاقة بده او ده. عشان ايه يعني؟ ليه؟ الحكاية جهابزة وخبراء يعني، مش معقولة. لا، هيجوا يستفيدوا، والافادة طول عمرها ممتدة. اللي ما يحصلش المرة دي يحصل المرة الجاية. ده احسن. حاجة اخيرة، كان تواصل معايا الناس بتوع رابطة علماء السنة الجداد صفوت حجازي، فهو كنت سمعت كلام مفهوش قطع، اننا سئلنا في الموضوع فتحفظنا وشفنا انه يضعف ولا يقوي. ده من زمان وعملوا ما سمعوش الكلام. تمام. الكلام اللي قيل امامنا ما كانش شكله لطيف، انهم ربما ما يكونش وصل ليهم رأينا احنا مثلا. مش هنعرف نوصل لهم رأينا؟ لا وصل لهم. دكتور محمد قال لهم احنا قلنا كذا وكذا، قالوا ايوه، فقال ايوه اصل حصل ايه وايه، لانه هو سأله قال له انتوا ازاي عملتوا كده؟ مش احنا بعتنا لكم قلنا لكم كذا وكذا؟ قال ايوه، ولكن اصل مين قال لمين وابراهيم قال لاسماعيل، فخلاص. طيب احنا موقفنا ايه منهم؟ ملناش دعوه بيهم دلوقتي لحد ما نشوف. اصل محمد ما لحقناش نقعد مع بعض ونشوف التفاصيل، انما احنا قلنا لهم لا يبقى لا، ولا هم بيتصرفوا على مزاجهم، يبقى الكل هيعمل كده وكل واحد